ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون في فقدان المجاهد رفيقنا وصديقنا العزيز أبو العبد. أبو العبد كان دائما شاهدا حيا ومستعد للشهادة في أي وقت، وها هو ينال وسام الشرف وينتقل إلى ربه غير مفرط وغير مساوم رحمة الله عليه. أما ماذا يعني ذلك؟ فيعني شيئا واحدا، وهو إعلان الحرب من قبل كيان الاحتلال والإبادة الجماعية مدعوما بالولايات المتحدة الأمريكية. اغتيال أبو العبد وفي طهران ساعات قليلة بعد الغارة على الضاحية الجنوبية في بيروت. معناه الواحد هو إعلان الحرب، ونحن جئنا لنقف ونستنكر هذه الجريمة الجديدة المركبة من جهة، ونؤكد العهد لأبي العبد لمواصلة الكفاح حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين، وتحرير مصر رسولنا الكريم من جهة ثانية. ومن جهة ثالثة لنقول للمطبعين والمسؤولين في المغرب بأن كل يوم يمر بعد هذا الذي حصل تتحملون مسؤوليته. كل يوم يمر والتمثيلية الصهيونية ما تزال في المغرب، ومكتب الاتصال ما يزال مفتوحا في المغرب، يجعلكم شركاء في هذه المجازر وفي هذه الدماء، وتستحقون أن تكونوا في مربع الخيانة كما يقول المغاربة في شعاراتهم، وأنتم تسمعون أن فلسطين أمانة والتطبيع خيانة. فالتطبيع خيانة، والمطبعون سيختارون مربع الخيانة إذا استمروا في الإبقاء على العلاقة مع هؤلاء القتلة. ما نراه الآن وما نسمعه الآن يؤكد لمن يحتاج إلى تأكيد أن القضية الفلسطينية مستحيل أن تموت، ومستحيل أن تطوى، ومستحيل أن تهمش. فالقضايا التي تكون قضايا شعوب وقضايا جماهير لا بد أن تنتصر، ولا بد أن تأخذ طريقها نحو الحل الصحيح. والحل الصحيح في نظرنا هو أن تعود فلسطين إلى أهلها، هو تحرير فلسطين، هو نهاية المشروع الصهيوني الاستعماري. فهذا الذي تؤكده الشعوب الإسلامية قاطبة، ويؤكده الشعب المغربي بصفة خاصة. الشعب المغربي يعتبر الآن في طليعة الشعوب المتحركة للقضية الفلسطينية. الشعب المغربي هو قاطرة المقاومة الشعبية والمقاومة السلمية للتطبيع ولمحاولات تصفية القضية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني هو أكثر الشعوب العربية والإسلامية مناصرة للقضية الفلسطينية وتبنيا لها. وهذه الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني لا تزيدنا ولا تزيد الجماهير إلا نصرة للقضية ونصرة للمقاومة، والله المستعان.